السلام عليكم. أكيد سمعت قبل كده كلمة جورنالينج. لو حابة تفهمي معناها كملي معايا الفيديو ده. الجورنالينج أو التدوين مش مجرد كتابة بس، لا، هو مساحة آمنة بينك وبين نفسك. مفيش فيها حكم، مفيش ضغط، مفيش تمثيل. كل فكرة بتلف في دماغك، كل إحساس مش عارفة تعبري عنه، كل حاجة مخنوقة جواكي، الورق ده بيستحملها كلها. الجورنالينج بيساعدك تفهمي نفسك أكتر، تهدي عقلك وبالتالي تاخدي قرارات أوضح. كأنه صديق بيسمعك من غير ما يقطعك أو يحكم عليك. في السلسلة دي هنبدأ مع بعض خطوة خطوة، ازاي تكتبي وتكتبي ايه، وازاي تحولي الكتابة دي لأداة تغير حياتك فعلا، مش مجرد كلام على ورق. فلو انت حاسة انك تايهة او مضغوطة او حتى مش فاهمة نفسك، بتفكري كتير بس مش بتوصلي لإجابة، الحقيقة ان المشكلة مش فيكي. المشكلة ان كل ده متخزن جوه دماغك ومفيش مكان يطلع بره. هنا بقى بيجي دور الجورنالينج. مش دفتر مذكرات عادي، ده مساحة بتطلعي فيها كل اللي جواكي، من غير فلترة، من غير خوف، من غير ما حد يقولك صح أو غلط، من غير ما حد يحكم عليكي. لما تكتبي تبدأي تشوفي نفسك بوضوح، أفكارك بتترتب وبتفهمي مشاعرك وبتاخدي خطوة حقيقية ناحية التغيير. السلسلة دي مش كلام تحفيزي وخلاص، دي رحلة بينك وبين نفسك، ولو كملت فيها هتتفاجئي قد ايه كنت محتاجة اللحظة دي من زمان. وقبل ما نقفل الفيديو عايزاكي تجربي معايا حاجة بسيطة كده، بس ممكن تغير حاجات كتير جواكي. هنعمل مع بعض تحدي الجورنال لمدة 7 أيام، كل يوم هتاخدي 10 أيام، 10 دقايق بس تكتبي فيهم أي حاجة جواكي، من غير ما تحكمي على نفسك. مش مهم تكتبي ايه ولا مهم الأسلوب، المهم تكتبي بصدق. ولو مش عارفة أنا هكون معاكي يوم بيوم في التحدي ده. المهم ابدأي من النهاردة واكتبي أول كلمة تيجي في بالك. لو انت مش عارفة تبدأي منين أو تكتبي ايه بالظبط ما تقلقيش، أنا سهلة عليكي. كل يوم في ال7 أيام التحدي هنزلك سؤال بسيط، انت بس اسأليه لنفسك واكتبي إجابتك في الجورنال من غير تفكير زيادة، ومن غير ما تحاولي تكوني مثالية في الكتابة. الفكرة مش انك تكتبي صح، الفكرة انك تكتبي بصدق. ومع كل يوم بيعدي هتلاقي نفسك بتفهمي مشاعرك أكتر، خطوة خطوة، وهتبدأي تحسي بتغيير حقيقي. فما تأجليش البداية، ابدأي معايا من أول سؤال وخلي الرحلة دي تكون ليكي. أشوفكم الفيديو الجاي.